جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فسألهم مبتدئا بأبي بكر فقال: ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر: أحب منها ثلاث: الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مال عليك. قال: وأنت يا عمر؟ قال: أحب منها ثلاث: قال: قول بالمعروف ولو كان سرا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. ثم قال: وأنت يا عثمان؟ قال: أحب ثلاث: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. وقال: وأنت يا علي؟ قال: أحب ثلاثا: إكرام الضيف والصوم في الصيف وضرب العدو بالسيف. ثم قال: وأنت يا أبا ذر؟ قال: أحب ثلاث: الجوع والمرض والموت. ثم قال: ولماذا؟ قال أبا ذر: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت ليلقى ربي. حينئذ نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: أنا أحب من دنياكم ثلاث: إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء ونزل مرة أخرى وقال لهم: الله يقرئكم السلام ويقول: وأنا أحب ثلاث: لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. فاللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا خاشعة وأجسادنا على البلاء صابرا. فاللهم اغفر واهدي وافتح قلب كل من نشر هذا المقطع.